السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديوهات اللي فاتت كلها كنا بنعمل تحديات وفيديوهات تعاونية، وأغلب الفيديوهات والتحديات كانت بتكون ببرامج أغلبنا نعرفها. فجت لنا فكرة وإننا نجرب نعمل مونتاج ببرامج قديمة أو برامج مش معروفة ونشوف هل هنقدر نستخدمها ولا لأ. بس قبل ما أبدأ حابب أقول لكم إن في أعضاء جداد معانا وهم جيمي والمهيب، وبدون ما أطول عليكم خلينا نشوف أول برنامج معانا. بس قبل ما ننتقل لأول برنامج خلينا أسيبكم مع جيمي يقول لكم شروط التحدي. اتفضل يا جيمي. طيب، شروط التحدي كالآتي، وهي: الشرط الأول إن ممنوع أكتر من 3 يجيلهم نفس البرنامج. الشرط التاني إن ممنوع تعاون التيم وإنهم يساعدوا بعض، والتسليم في الميعاد المحدد واللي هو يوم السبت 14 ديسمبر. وبس، هي دي الشروط. تسلم يا جيمي. بدأنا مع بوريز الفنان ولا الرسام وجاله برنامج شوت كات، ومش قادر أقول لكم مدى جمال البرنامج ده. وخلينا نشوف الفنان عمل إيه بعدين نعقب عليه. قديم الزمان، في عصر بين العصر الحجري والعصر الطباشيري ظهرت لنا برامج المونتاج، لكن بشكل بدائي. مع تطور العصور وتطور الإنسان تطورت معه برامج المونتاج حتى ظهرت لنا بالشكل الذي نعرفه اليوم. لكن هناك برنامج مونتاج واحد خالف هذه القاعدة ورفض فكرة التطور، وهو برنامج شوت كات. البرنامج اللي للأسف طلع لي في تحدي عجلة الحظ. We work on videos probably 3 to 4 months in advance, but so from start to when they get uploaded, it's probably like 1 to 2 months coming up with the idea, 3 to 4 months working on the idea, and then a couple weeks filming, and then like 3 weeks editing. So probably 5 months from start to finish. طيب بعد ما عقبنا على بوريز اللي ما شاء الله الظاهر كده ان هو عمل الفيديو بتاعه كله عن جمال البرنامج ده، مش قلت لكم مدى جمال البرنامج ده؟ وخلينا ننتقل لجزئية جيمي. وما تنسوش التقييم في التعليقات. فلو ما تعرفش جيمي هو مصمم قبل ما يكون اديتور، عشان كده طبعا هو اللي بيعمل لنا الصور المصورة. وعشان جيمي حظه عالي فجاله برنامج كيديا لايف. وخلينا نتفرج على ابداع فيديو جيمي. لا جيمي عادي يعني بفشل. السلام عليكم، أنا جيمي إيربن أو جيمي يو، شاب قاعد في أوضته عنده PC، فجت في دماغه ينزل بريمير. نزله قال لما يعمل قناة بالمرة، حبها والقناة حلوت سيكا، فدخل لي أبو رزق وقال لي ما تيجي. قربت منه شوية وقلت له أوكي. بعت لي لينك سيرفر ديسكورد ودعا الفيديو شارك فيه. بس مظنش إن أنا هشترك في فيديوهات كتير لأني شاب وعندي مسؤوليات ومشغول جدا، بس لو خيروني أشترك في حاجة أكيد هشترك في قناة إديتورز هاب. طبعا بعد ما تشوف الفيديو بتاعي أول حاجة هتيجي منك إن أنا ماليش أي علاقة بالمونتاج، بس الكلام ده مش صح وخليني أثبت لك ده. أول حاجة هتاخد بالك منها في الفيديو بتاعي إن مفهوش ساوند افكتس أو مؤثرات صوتية، وده بسبب وجيه جدا إن المؤثرات الصوتية مش شغالة كويس، هي حرفيا بايظة. يعني مثلا ده مؤثر صوتي عندي هنا اللي هو الوشز أو اللي هو صوت الانتقالات. المفروض إن أنا لو عايز آخد من الحتة دي للحتة دي اللي هو انتقالة، أدوس هنا أي وأدوس هنا إن وأحط في الفيديو. بس البرنامج مش بيشتغل بالطريقة دي. البرنامج عارف أنت زي ما تجيب شريط كاسيت وتجيب قلم رصاص وتحطه فيه وتقعد تلف عشان الشريط يشتغل، ده نفس النظام بالظبط. لو جيت امشي البتاع لقدام هيمشي لقدام، بس لو جيت امشيه لورا برضه الصوت هيطلع لقدام، يعني كاني مشغل الفيديو لقدام، يعني مش هو. فمش تفرق. يعني مثلا لو هتلعب في برنامج كده هتلاقيه حرفيا بيمشي قدام بس كاني مشغله عادي جدا. تاني حاجه تاخد بالك منها ان في مشاكل في الريندر. يعني مثلا عندك هنا في الفيديو ده اللي هو الفيديو النهائي، هتلاقي هنا في حته كده الصوره بتاعت ديسكورد طلعت ودخلت تاني ثانية فريم كده. بس لو جيت هنا المفروض ان في الحتة دي كده مش هنلاقي حاجة، لان هو عادي فيديو سليم مفيهوش اي حاجة. غير كده البرنامج مفيهوش سبيد رامب او ايز ان وايز اوت، وده هي حاجة مهمة جدا في المونتاج. طب يعني ايه ايز ان وايز اوت؟ لو جيت مثلا قلت لك بص على المربعين اللي قدامك على الشاشة دول، هتلاقي المربع الاول ماشي كأنه حجر كده، بطيء جدا وشكله مش سلس خالص. بس مربع تاني بيروح ويجي يمين وشمال ومريح للعين، وهو ده الايز ان والايز اوت. والبرنامج ده ما بيدعمش الشيء ده، فانت محتاج تنزل برنامج تاني. كل اللي هتعمله انك هتروح على الكليب تعمل لها كوبي وتعمل لها هنا بيست، بعد كده تروح على الكليب تاني وتاخد الكي فريمز كوبي وتعمل لها هنا بيست، بعد كده تختار الايز ان والايز اوت اللي انت عايزها، بعد كده تعمل كوبي للكود ده وتحطه على الكليب. بس كده. بس عشان نكون واقعيين، لو انت شخص مبتدئ ومحتاج حاجة بسيطة تشتغل عليها فما انصحكش بالبرنامج ده، لان حرفيا البرنامج بيلاك. بس لو انت شخص متقدم زيي وعندك شغل في المونتاج اساسا، فهو ده ما انصحكش بالبرنامج ده، عشان ده حرفيا برنامج لا يصلح للاستخدام الآدمي. اوه
لا بصراحة يا شباب حابين نشكر جيمي على الفيديو والمشاركة الجميلة دي. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك. وبعد الفيديو التاني واللي كان جامد وبعد الفيديو التاني يأتي محمد المهيل مع حظ أعلى من جيمي طبعا، وجاله برنامج كده اللايف. طيب وخلينا نغوص مع المهيل في قصة من الهدوء والتفاصيل. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. تقدر تشارك معانا الفيديو ده؟ ما فيش مشكلة، تمام هشارك. طيب وهنا تاني لفة. يلا بسم الله. يا ترى هعمل ايه؟ لا مش كندرفيلي بقى. هيطلع لا. ايه؟ كندرفيلي. على فكرة لا فعلا والله كنت كندرفيلي. هعمل ايه غير والف مبروك عليك كندرفيلي يا بيه. عامة انا ليه زي خايف الفل كده ولا واحد في البرامج انا عارف. السلام عليكم ورحمة الله، معكم المهيل من تيم دكتورز هاب. وزي ما انت شفتوا تلاقي البرنامج كيديان لايف، وهنا واجهتني مشكلتين. الاولى مشكلة الاستخدام، اني كنت اول مرة اسمع بيه معرفش عنه اي حاجة، وهنا لقيت الاكبر منصة تعليمية في العالم وهي اليوتيوب. واللي انت ما تعرفوش في انك انت ممكن تتعلم اي حاجة ببلاش على اليوتيوب، بس لو عرفت انك تدور صح. ودورت فيه وشفت كثير فيديوهات عن التطبيق العجيب ده، وده هو التايم لاين بتاع الفيديو. والمشكلة التانية هي مشكلة الفكرة. طب اعمل فيديو عن ايه في البرنامج المعقد الجديد ده؟ بصيت يمين بصيت شمال دورت، قلت طب انا ليه ابعد؟ ما هي الحياة هي أكبر فكرة. اشتغلت على الفكرة وده التايم لاين في الآخر. من غير كلام كتير أسيبكم مع الفيديو. من أكتر الاستراتيجيات اللي راح تفرق معك بحياتك وهي استراتيجية أرثر موت من كتاب 33 استراتيجية للحرب، واللي بتحكي إن أنت عدو نفسك. بتضيع وقت كتير وأنت بتفكر في المستقبل بدل ما تنخرط بالحاضر. اقطع صلتك بالماضي وادخل إلى منطقة مجهولة، بحيث إن يكون حلك الوحيد إنك تعتمد على ذكائك وطاقتك وتقاتل بكل شراسة عشان تخرج من الحياة. وحابب أشكر المهيل على القصة الرائعة اللي خلتني أندمج معاه. تسلم إيدك يا محمد. طيب ونيجي للأسوأ حظ، وهو العضو الأخير واللي جاله برضو برنامج شوت كات. خمنوا كده الشخص ده يبقى مين؟ أيوه بالظبط، مش أنا. لا قصدي العضو ده يبقى تايلر اللي هو أنا يعني. وخلينا نشوف تايلر عمل إيه. في البداية كنت مفكر ان البرنامج ده زيه زي كاب كات مثلا، لكن اكتشفت ان البرنامج ده مش مدعوم وكحيان جدا، على الله حكايته. فقلت انا اعمل حاجة بسيطة وهي قصة وفويس اوفر وتكست، وجبت الفيديوهات والفويس اوفر وكان ناقص التكست، وهو كل اللي احتاجته من البرنامج. بس الحمد لله خلصت على خير. ما كانش احسن حاجة، لكن هي دي النتيجة النهائية. شخص بيصحى وبيلاقي نفسه في جزيرة مهجورة، وبيظهر وهو بيحاول يجمع الأكل والمية، وبيحاول يولع النار، وبعدها بيحاول يبني مأوى للنوم. وفي النهاية بيظهر يخت بيرسو بجواره، وبيصعد على متنه وبيمشي من الجزيرة وهو مبتسم. ومش محتاج أقول لك أنا عملت إيه بعد ما خلصت ريندر الفيديو. طبعا مش محتاجين نتكلم عن النتيجة. وقبل نهاية الفيديو كالعادة دخلنا كلنا الديسكورد، اللينك في الديسكريبشن، وحبينا نشوف فيديوهات بعض كانت عاملة ازاي، وطبعا كنا بنموت من الضحك. كاميرا 1 3 4 اكشن. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا جزئية تايلر في الشرح والفيديو زي ما انتم شايفين. تحدي 9. ومش محتاج اقول لك انا عملت ايه بعد ما خلصت ريندر الفيديو. حد عايز يقول تعليقات؟ انا حطيت لهم ميت عشان بجوار بجواره. بس انا عامل ميوت عشان ايه مش عايز اتكلم. لا خد يا جي. اصبر. ننتقل للعضو اللي بعده. تمام السرعة دي يا عم نعلق أكشن. يا عم نعلق يا عم. مش حاجة أصلا. نبدأ مع فودكس وما مش رأيك أنا. نبدأ مع جيمي. وايه رأيك يا جيمي في الفيديو؟ لا مش انا. ايه ده مع التكست زي الزفت. في اول فيديو ايوه في طاقية بتظهر من استنى لقيت ايه دي؟ في اول فيديو في طاقية بتظهر على شخص الراجل كده من عدم، من لا شيء، والتكست زبالة طبعا. وايه الجوار؟ عايز تقول حاجة تانية يا فودكس؟ طيب ننتقل للعضو اللي بعده وهو محمد جمال. ايه رأيك يا محمد جمال في الفيديو؟
شايف ان محدش لا لا اعمل ايه يا اسطى؟ وعايز اسالك يا محمد جمال، ايه رايك في الفيديو؟ اتفضل معانا كده بكل مصداقيه وصراحه. اتفضل معانا جيمي، قول لنا رايك بكل صراحه باستثناء كلمه بجوار. التكست زي الزفت. وبعدين في طاقية في أول الفيديو بتظهر من العدم، يعني مش فاهم ده ايه الصراحة. ما عنديش حاجة أقولها يا اسطى. أيوه الفيديو مفيش حاجة، يعني هو تحسه حد مبتدئ عمله، فاهم؟ حد ما يفهمش في المونتاج. اتفضل يا ابو رزق، قول لنا رايك في بص يا الفيديو. الفيديو ايوه جامد فشخ، انا ما شفتش بالجمدان ده قبل كده في هو حياتي. التطبيق. التكست كان اسطوري، التكست زي الزفت. التكست زي الزفت. واللقطات كانت احلى فيديو شفته في 2024 بامانه. قلت يا شباب بقى للفيديو بتاع جيمي، فاهم؟ لان انا عايز استنى أتكلم. بس ايه ده أنا ايه ده ايه ده؟ لا لا خلصت. لا يلا لا ما لا. خلصت. الحمد لله. وشايف ان في رسائل مخفيه، زي ان في طاقيه ظهرت في اول الفيديو، يا وانا الله. شايف ان دي رساله كويسه. الفيديو على كام من 10؟ مليون من أكتر عشرة. من اتنين. وانت فودكس؟ واحد. هو أنا لازم أظهر في الفيديو؟ اه طبعا يعني حبينا نغير نجيب برنامج تاني، فجبنا جزئية المهيل ببرنامج كده اللايف، وخلينا نشوف. مش اسمه كندي ليفيديو. استنى استنى. خلينا ننتقل لفقرة الأسئلة، وسريعا سريعا نخش مع فودكس. اتفضل يا فودكس. ايه. خش على جيم يا صاحبي. اتفضل يا ابو رزق، قول رأيك. جامد. طيب خلاص، خلص. ننتقل لجيمي. اتفضل يا جيمي، زي الفل. مستر بيس. كلمة والله. الحياة مكتوبة غلط. جزئية ابو رزق بقى، وببرنامج شوت كات. فاحنا خلينا الاول نشوف الجزئية بتاعت الشرح، ونرجع لكم على الجزئية بتاعت هو باستثناء اي حاجة الفيديو حلو صراحة من وجهة نظري، لان انا جربت البرنامج وبشكل طب عام. جميل ده. ممكن تفتح الفيديو الأول؟ خلينا نقيم، يعني ايه رأيكم في الفيديو بتاعه؟ ما تقيمش يا جيم انت. اتفضل يا فودكس، نبدأ بك انت. خلاص يا فودكس، شكرا، عرفنا رأيك من قبل ما خلينا ننتقل لأبو رزق، إيه رأيك في الفيديو؟ الفيديو عظيم يا لهوي. يا عم صل على النبي. الكلام ده بيتسجل. يا أستاذ التكست. التكست زي الزفت. التكست زي الزفت. لسه عنده لايك صح؟ بص، انا مش هتكلم عن الفيديو نفسه، مش عشان يعني انا لو اتكلمت هقفل لكم القناه. ننتقل هنا بقى لجزئية جيم يا شباب، ولا طب السلام جمال؟ عليكم يا رجاله. لا لا لا، خد رعب. نظير. شوف جيم. كده مش جي على فكرة. هو فين الفيديو؟ انا ما شفتوش. اول حاجه بس، هو انت ليه واخد 7 ميوت يا اسطى؟ طيب يا بصوا يا ابني. شباب، أنا عندي تعقيب واحد على الفيديو. ايه؟ هو الحتة دي، وهو اللي خلى الفيديو بتاع جيمي يعني يجذبني جدا. اكيد هشترك في قناه اديتورز هاب. فما تنسوش يا شباب بقى الاشتراك الجميل واللايك متين. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وتفعل زر الاشعارات وتدخل سيرفر الديسكورد بتاعنا، وبس سلام. وبس كده حبيبي، تسلم. بس خلص الفيديو، فين يا ابني التسجيل؟ بسرعة الحقوني.